ورجل قانون له دراسات دستورية وقانونية مستفيضة، كما أن له دراسات في 3 علوم هي التربية، فضلا عن العلوم الشرعية. هو عضو في مجلس نقابة المحامين ومحام بالنقد، له مرافعات في قضايا شهيرة من صلاح أبو إسماعيل من مواليد عام 1961 في قرية بهرمس بن بابا. هو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل، أحد جماعة الإخوان المسلمين. تولى الإدارة لحملة انتخابات مجلس الشعب في دائرة والده عامي 1940، الخطابة في مؤتمراتها الانتخابية، كما اشترك في إدارة المعركة الانتخابية لانتخابات أخرى سنة 2000. وبسبب مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 في دائرة الدقي، وكانت منافسته الرئيسية الوزير أبو إسماعيل، لكن تمخضت النتائج الرسمية عن إعلان فوز آمال عثمان. وقد اتهم الإخوان الحكومة بوجود انتخابات عام 1995، وحصل في كل منهما على حكم قضائي متميز رصد صورة التزوير نجاحه بأغلبية كبيرة جدا من الأصوات، فكان أن قرر مقاطعة انتخابات 2010 عقب قيام ثورة يناير، وتحديدا في 24 من مايو 2011. وبسبب بعض آرائه تعرض للهجوم الشديد، مصدر أساسي للدخل. وفي حالة فوزه بالرئاسة سيقوم بإصدار القوانين التي تحظر عليهم بعض السلوكيات في المرافق العامة وفي الاقتصاد. أكد أبو إسماعيل وجوب تعديل بعض القوانين المنظمة لعمل البنوك المعتمدة على الربا، فهي محاربة. قال أبو إسماعيل إنه ينتوي تقديم طلبات للجهات التشريعية لإصدار قوانين تضع حدا لأزياء النساء الفاضحة والمثيرة، رعاية برامج عدة على الفضائيات الإسلامية، كما أن له درسا أسبوعيا في مسجد أسد بن الفرات بالدقي ورغم انشغاله بحملته الدعائية. هذا هو